جيبي لي هادي ونروحوا نحضروا مع بعضنا هذا الطبق اللي صراحه يجي بزاف بنين وزيد بالزياده العين تاكل قبل الفم بكثره الجمال نتاعو. المهم هيا نبداو. نجيبو كميه اللحم بعد ما كنت غسلتها ونقيتها مليح، نحطها في الوعاء ونبدا ندير ثقوب فيها بالموس باش من بعد كي نديرلو التوابل غادي يدخلوا فيه مليح واللحم تاعنا يجي متبل. من بعد نبدا نحط الملح، حطوا كميه لاباس بها باسكو كما تعرفوا اللحم يبغي الملح. نزيد تاني راس الحانوت وفلفل احمر، كركم وسكين جبير، شويه زعفران. كما راكم تشوفوا انا التوابل راني نحط عيني ميزاني، نتوما ديروا شويه شويه من كل حاجه. نزيدوا تاني شويه زيت ونبداو نخلطوا كل. المهم خلطوا غايه وسيو تدخلوا كاع هذوك التوابل في هذاك اللحم. من بعد نجيبوا هاد لاسوبيير تاع الطين، راها متوفره والثمن تاعها يعني ماشي غالي. نحط فيها حبه تاع بصله اللي تكون مقطعه لشرائح. من بعد نبدا نزيد في هذاك اللحم الوعاء هذاك اللي تبلت فيه اللحم، نزيد له كاس تاع الماء ونخلطه مليح. من بعد نضيفه نزيد 2 اوراق تاع رند وشويه زعتر ونبدا نخلط كلش. نغطيها بورق الطهي اللي يكون مشمخ بالماء. من بعد نزيد ورق الالومنيوم نغطي عليها ونحطها الطيب. بالنسبه لي انا حطيتها الطيب في الكويزينيه، دات لي حوالي 3 سوايع هكاك وهي طيب. المهم باش تاكدوا باللي طابت اقعدوا مره تستيو فيها بالماء. من بعد نجيب كسكاس ونبدا نحط فيه الخضره واللي هي بطاطا زروديه واللوبيه الخضراء. ندير لها الملح، اذا توفر عندكم الفلفل الاسود تاني ضيفوه. نغطي عليها ونحطها تتفور. هنايا كنت نتستي فيها بالموس اذا طابت ولا لا. تاني ما تفوروهاش حتى تولي تتعجن، يعني غير شويه هاي. من بعد نجيب المقله ونحط فيها شويه زيت. هذيك خلوها تحمى مليح باش كي نحط فيها الخضره تاعي ما تلصقش معانا. نبدا نحط في البطاطا وقعدوا تحركوا فيها بهذه الطريقه، ما كان له تستعملوا المغرف. من بعد خلطت شويه راس الحانوت مع شويه كمون وضفتهم، نعاودوا نخلطوا كلش وفي الاخير نضيف شويه قزبر، نعاودوا نخلطوها وها هي واجده. نفس الطريقه نديروها للزروديه واللوبيه الخضراء. ودركا جا وقت التقديم. نجيب طبسي نحط اللحم هذاك في الوسط، من بعد نستف عليه هذيك الخضره. بالنسبه للتزيين اختياري لخاطر كل واحد والذوق نتاعو. وها هو الطبق تاعنا واجد، نتمنى يكون عجبكم. نختموا الفيديو تاعنا بالصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وشهيتكم في الجنه بصحتكم.